الإعلان عن التماس هلال شهر شوال 1446 هجرية. تم التأكد من ثبوت رؤية هلال شوال 1446 هجرية 2025 ميلاديا، ليكون يوم غد الأحد 30 من مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن يومي الأحد والاثنين هما إجازة رسمية. كل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. مشاهدينا الأكارم، نقدم لكم من الفضائية الإريترية نشرة مفصلة للأنباء نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فرع وزارة الزراعة ينظم دورة على إدارة المستندات والممتلكات في مندفرة. إنشاء سد في ضاحية رامودا بمديرية وسط دنكاليا. جمعية معاقي الحرب تبحث مع أعضائها الفرص والتحديات في سجنيتي. ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل وآلاف المصابين. مناورات فلبينية أمريكية يابانية في بحر الصين الجنوبي. وطهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن تحت التهديد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت وزارة الزراعة تدريبا على المحاسبة والوثائق وإدارة الممتلكات للأعضاء الجدد والقدامى في مديريات الإقليم الجنوبي في الفترة من 24 وحتى 28 من مارس في مندفرة. وأوضح مسؤول فرع توريد تحصيل الإيرادات بوزارة الزراعة السيد يوسف تولدي في كلمته بالمناسبة الختامية أن التدريب المصحوب بالتطبيق العملي والنظري ساعد في ضمان تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال اتباع إجراءات تشغيلية فعالة. وذكر مدير عام قسم الزراعة والأراضي السيد يماني أباي أن المتدربين يجب عليهم أن يكونوا مجتهدين في أداء مهمتهم أينما تم تعيينهم، حيث يجب توزيع المحاصيل المختارة والمبيدات الحشرية والمعدات الزراعية والأسمدة على المزارعين في الوقت المناسب. وأكد المتدربون أنهم وجدوا المحاضرات التي قدمت لهم مفيدة في تحسين الفجوات في ممارساتهم، وحثوا على إيجاد حلول النقص في مرافق التخزين. وأشار مسؤول الإدارة والمالية بوزارة الزراعة السيد إفريم كفلو أن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو زيادة توليد الدخل، ودعا إلى بذل جهود متكاملة لتنفيذ توليد الدخل الزراعي، لأنه من الضروري أن يكون هناك توزيع مناسب وصيانات الإمدادات. أفاد القائم بأعمال سد رامودا المهندس مرهوي إسحاق أن أعمال إنشاء السد في ضاحية رامودا بدنكاليا الوسطى تسير بشكل جيد، وأن استكمال نحو 40% من الأعمال حتى الآن تم. وأضاف أن السد الذي يبنى بتعاون الشعب ووحدات الجيش الشعبي وأنه سيستوعب 280 ألف متر مكعب عند اكتماله في يوليو المقبل. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد آدم عبد الله أن السد سيخدم قرى كيميرا ودود وعسبوي وهاريكوما ورامودا. وقال القائم بأعمال قسم الزراعة والأراضي بإقليم جنوب البحر الأحمر المهندس عمر محمود أن السد سيساهم في توسعة التنمية الزراعية المصغرة بالمنطقة. بحثت جمعية معاقي الحرب مع المؤطرين لديها في سجنيتي سبل الاستفادة من فرص الجمعية وتحديات المعاقين. وأوضح مسؤول الجمعية فرع الإقليم الجنوبي السيد ولدزجي تيدروس وجود الكثير من الفرص لتمكين معاقي الحرب والتوسع في الفرص التدريبية. وقال إن التدريب أو التعرف على مصاعب المعاقين الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد الحلول لها من الأهداف الرئيسية للجمعية، ويجري العمل باهتمام جاد لحل مصاعب المرأة المعاقة بطريقة مدروسة. وأشار إلى وجود معاقون نموذجيون يعملون في التجارة والزراعة والصناعة. ودعا المشاركون إلى القيام بتنوير إرشاد مسبق للاستفادة المثلى من الفرص التي تتيحها الجمعية. من جهة أخرى تم حراثة مزارع 32 أسر شهيد بالنفير في إدارة ضاحية بركيتوم.
نظمت إدارة مديرية قلوج دورة تدريبية لمحصلي ضرائب الأراضي والمواشي الناشطين في 16 إدارة ضاحية. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيد سامي القبر قرقيش أن التدريب تضمن التوجيهات والوسائل المتبعة في التحصيل الضريبي. من جانبه أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية السيد إدريس أحمد أن مديرية قلوج تمتلك أراضي زراعية واسعة وعدد كبير من المواشي، غير أن الضرائب المحصلة قليلة نتيجة أوجه القصور وتدني المعرفة لدافع الضرائب. ودعا المتدربون إدارات الضواحي لوجود معلومات دقيقة عن تعداد المواشي والأراضي الزراعية في مناطقهم للمساعدة في أنشطتهم. جرت حملة تطعيم للماشية في 14 إدارة الضاحية في مديرية ميعين ضد مختلف الأمراض الحيوانية. وذكر المسؤول البيطري السيد ولد أبتسفاي تطعيم نحو 17,000 من الماعز والأغنام، ودعا المزارعين والرعاة خاصة إلى تطعيم مواشيهم للوقاية من الأمراض. وأفاد مربو المواشي بأن التطعيم السنوي المنتظم أمن صحة مواشيهم، مؤكدين الإيفاء بالمتطلبات لإنجاح حملات التطعيم المستقبلية. دشن يوم 28 من مارس في سينما روما بأسمر كتاب بعنوان المناضل غير المحكي، أعدته مطبعة حدري بالتعاون مع قسم الشؤون الاجتماعية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وقال السيد يماني الداوي ممثلا لجمعية المناضلين التعاونية إن الكتاب الذي أخذ إعداده 10 سنوات من بداية فكرة الإعداد يحوي رؤية الجبهة الشعبية والتنظيم الذي أوصل النضال التحرري إلى النصر. وذكر السيد إفريم هبتسام من مطبعة حدري أن طباعة القصص بدأت بنطاق محدود عام 2013 في مناسبة تدمير جبهة نادو إز وتحرير مدينة أفعبت. وهنأ المدير العام لقسم الصحافة في وزارة الإعلام السيد سلمون برهة أعضاء جمعية المناضلين التعاونية لتوثيق حياة المناضل ونقلها للأجيال، وقال إن الكتاب يحوي قصص غير محكية. وفي الختام وزعت الشهادات التقديرية لتقديم المساهمة الاستثنائية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل و2376 مصابا وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في دمار واسع النطاق، حيث انهارت أبنية وتدمرت طرق وجسور بالإضافة إلى انفجار أحد السدود. وفي خطاب متلفز حذر رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ في خطاب متلفز من أن الحصيلة مرشحة للزيادة مع تقدم عمليات الإنقاذ. وأضاف أن الوضع لا يزال حرجا في العديد من المناطق المتضررة، وتواجه فرق الإغاثة تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال، خصوصا مع التعقيدات الأمنية الناجمة عن النزاع المستمر في البلاد. ووقع الزلزال بالقرب من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، وتلاه أكثر من 50 هزة ارتدادية كان أقواها قد بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر وفقا للوكالات الجيولوجية الوطنية. في عرض واضح لتنامي التنسيق العسكري بين الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، أجرت كل من الفلبين والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة قبالة سواحل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. هدفت المناورات التي حملت اسم النشاط التعاوني البحري متعدد الأطراف إلى تعزيز الاستعداد المشترك لمواجهة الأزمات، وشهدت مشاركة سفن حربية وطائرات وزوارق سريعة من الدول الثلاث الحليفة. وطوال اليوم أبحرت الفرقاطة الفلبينية من طراز خوسيه ريزال والمدمرة الأمريكية والفرقاطة اليابانية ضمن مناورة مشتركة، فيما حلقت مروحيات أمريكية وفلبينية في الأجواء.
واعتبر رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر جونيور أن هذه التدريبات تؤدي إلى تطورات مهمة في مستوى التنسيق العسكري والتكتيكات المعتمدة والإدراك المشترك للمجال البحري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مواقف الجانب الأمريكي المتناقضة تجعل بلاده تدرس أي مطالب بدقة وبشك وريبة، واستبعد أن تكون التهديدات الأمريكية ضد إيران قادرة أن تأخذ طابعا عمليا وحقيقيا. وأضاف في تصريحات لوكالة التسنيم الإيرانية أن طهران تنظر بعدم ثقة إلى أي نافذة تفتح للدبلوماسية مع واشنطن، لكن إذا أتيحت فرصة فتستفيد منها، مؤكدا أن إيران لن تغلق أي مسار دبلوماسي، لكنها تشك في نوايا الطرف المقابل، ولا سيما وأنها شهدت منه أقوالا متناقضة. وأوضح عراقجي أن الرسالة الأمريكية الأخيرة تضمنت تهديدات، لكنها فتحت نافذة للدبلوماسية وقد تم الرد عليها بالشكل المناسب. كما رفض عراقجي المفاوضات المباشرة مع واشنطن، لكنه قال إن بلاده يمكن أن تجري مفاوضات غير مباشرة إذا دعت الحاجة كما حصل في السابق، موضحا أن المفاوضات ينبغي أن تكون من موقف متساوي وبعيدة عن الضغوط. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، بعضهم غارقا من جراء الأمطار الغزيرة على طول الحدود بين ولاية تكساس الأمريكية والمكسيس. وحاصرت الأمطار مئات الأشخاص في منازل غمرتها المياه وداخل سيارات تقطعت بها السبل، وهرعت أطقم الإنقاذ للاستجابة لطلبات للمساعدة التي استمرت الجمعة مع استمرار هطول الأمطار. وحذر مسؤولون من أن الدمار الناجم عن العواصف التي سجلت أرقاما قياسية في أجزاء من وادي ريو غراندي المنخفض في تكساس قد يكون أكثر بكثير مما يظهر الآن. وعلى الجانب الأمريكي قال مسؤولون أن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في مقاطعة هيدالغو، حيث قال المسؤولون إن أكثر من 53 سنتيمتر من الأمطار غمرت مدينة هارلينغان هذا الأسبوع. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. فرع وزارة الزراعة ينظم الدورة على إدارة المستندات والممتلكات في مندفرة. إنشاء سد في ضاحية رامودا بمديرية وسط دنكاليا. جمعية معاقيل حرب تبحث مع أعضائها الفرص والتحديات في سجنيتي. ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل وآلاف المصابين. مناورات فلبينية أمريكية يابانية في بحر الصين الجنوبي. وطهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن تحت التهديد. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات.